كل سنة وانتم طيبين. الكنافة بالمانجا بقت شيء أساسي كل سنة، هي من أكتر الحلويات المطلوبة دايما كل سنة في رمضان. تعالوا نعملها السنة دي بس بتكات جديدة هتسهل علينا وقت كتير قوي، وحاجات حلوة كتير قوي هتستفادوا منها الفيديو ده إن شاء الله. أول حاجة أنا هجيب الكنافة بتاعتي وأقطعها بمثابة سنتي أو 2 سنتي، بس ما يكونش فيها أي كلكعة. دي نص كيلو من الكنافة قطعته صغير جدا، وسيحت كوباية ونص من الزبدة، واتأكدت كويس جدا ان الزبدة اتغلغلت جوه الكنافة كويس قوي. بعد كده ولعت الفرن، والخطوة دي اسهل بكتير جدا من التحمير على البوتاجاز. هتتحمر من تحت حاجة من الاتنين، لا اما اقلبها كده زي ما انا بقلبها كده بالمعلقة، او اشغل عليها الشواية وكده اتحمرت من الجهتين. هنعمل لها شربات خفيف عبارة عن كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية، نص ليمونية ومش هعصرها قوي، يدوبك حاجة بسيطة، وهسيبها تغلي فقط لا غير. تغلي هروح حاطة كيس من الفانيليا واقفل عليها فورا. الكنافة هنا عندي سخنة، بس الشربات يكون دافي ما يكونش سخن. اوكي، بعد كده هقلبهم كويس قوي مع بعض. خلي بالكم من التكة ديت عشان عندي بيكون الكنافة مظبوطة جدا، مش مقرمشة ومش دايبة قوي. هنجهز دلوقتي مع بعض الكريمة، عبارة عن نص كيلو من الكريم شانتيه، وعليها معلقتين كبار من السكر البودر، عليها كوباية ونص من المية الساقعة، ويا ريت تكون هي اصلا محطوطة في الفريزر مش كانت في التلاجة، وقربت يكون ليها قشرة من فوق. دي كده هتضمني نجاح الكريم شانتيه بتاعك. بس هتبتدي بكوباية ونص، عشان لو احتاجت اكتر من كده مية يعني تزوديها واحدة واحدة لغاية لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هنبتدي بقى في الطبقات بتاعتنا. كنافة، كريمة، المانجا، ودي اكتر وقت الواحد قلبه بيضعف فيها. بعد كده الطبقة اللي بعديها كنافة، كريمة، مانجا. اخر طبقة عندي وهي جيلي التزيين، بس جيلي تزيين مانجا بارد. اوكي، دي بتبقى حلوة جدا وبتدي بقى الشيكة اللي انت مشتريه الحاجة دي بقى فعلا من بره يعني. دي بيستخدمها المحلات الحلويات الكبيرة عشان تدي بقى شكل كده، واللون الكريمة دوت ما يبانش، والباقي بقى ان هو كله مانجا وهو اصلا في الاخر هو جيل. اوكي، خلاص كده هي فانيش بتاعنا تتحط بقى في التلاجة وتاكلوها بعد الفطار بألف هنا وشفا. ان شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو بحاجة بسيطة متنسونيش بقى في لايكاتكم والشير والحاجات الحلوة بتاعتكم دي.